عمرك حسيت إنك بتدور على الأمان بس بره البيت مش جوه البيت؟ طب عمرك حسيت إنك لوحدك وحاسس بالفراغ بالرغم من إن كل الناس حواليك؟ ده في زحمة كمان حواليك بس أنت حاسس إنك لوحدك. طب عمرك كده قابلت شخص وأول لما شفته قلت ياه ده هو ده عوض ربنا، بالرغم من إنه مفيش أي شواهد تقول إنه هو فعلا عوض ربنا؟ لو حسيت بكل الأحاسيس دي فأنت في الحتة التانية. القصة دي كلنا عشناها، يمكن 90% مننا عاشها، وبدأت معانا في فيلم ومين يصدق. الفيلم تحس إنه بيحكي قصة كل واحد فينا. الفيلم كان فيه فنانين زي يوسف عمر وجايدة منصور وشريف منير، كلهم ممثلين لطاف جدا وجس، وعملوا الفيلم بطريقة لطيفة قوي. الفيلم كان بيحكي قصة بنت عانت من إهمال عاطفي وفجأة لقت باسم اللي حاوطها من كل ناحية، عملها كل التفاصيل اللي نفسها فيها، ادها حب وأمان وبدأ يجيب لها ورد ويعيشها كل المشاعر اللطيفة اللي كل البنات نفسها تحسها. تخيل بقى لما تلاقي كل الكلام ده وانت بتعاني من إهمال عاطفي. باسم كان بيحاول يعمل كل حاجة اللي بنت بتحبها، ده غير إن هو فعلا كان عنده كاريزما لطيفة. بس ليه إحنا بقى لما حد بيجي كده فجأة يدينا اهتمام عاطفي زايد عن اللزوم ما بنسألش نفسنا هو ليه الشخص ده زايد عن الطبيعي حتة؟ يعني ليه إحنا دايماً أول لما نقع في الحتة العاطفة نبدأ نلغي دماغنا ونسيبه بقى يدينا حب وأمان ويغرقنا بالشيء اللي غير طبيعي، ونبدأ نقول هو ده حب عمرنا من غير ما نفكر حتى لحظة واحدة بس. في أسئلة لازم نسألها لنفسنا لما نلاقي الموضوع شكله خطر. يعني هو كل اهتمام بيساوي حب حقيقي؟ بلاش. ليه لما عقلنا بيفضل يحذرنا إنه الشخص ده ممكن يكون وراه حكاية بنسيبه ونقعد نطلع فراشات وقلوب من عيوننا؟ ثالث سؤال ما ينفعش تتجاهله نهائي ولازم تاخد بالك منه، إنه إحنا وإحنا بنتألم هل لازم نراجع قراراتنا تاني، ولا لما ناخد بالنا من الغلط نسيب نفسنا في نفس الموضوع عشان خايفين من الوجع؟ لازم تسأل نفسك السؤال ده دايما. اوعى تشوف حاجة غلط وتقول أصلا أنا هتوجع. في مقولة كده سمعتها قالتلي إنه إحنا لما بنركب من محطة غلط والقطر يمشي بينا، لما نعرف إن إحنا ركبنا من نقطة غلط ما نستناش لآخر الخط، نحاول ننزل في أقرب منطقة، لأن كل ما القطر مشي بينا كل ما المسافة بعدت. نفس الحكاية الصدمات، لما بنحس إن إحنا وقعنا في حاجة غلط لو صلحناها قريب غير لو قعدنا فيها سنين. دي غير دي. أنا هفتح معاكم كتاب اسمه الأمان العاطفي وهنمشي فيه خطوة خطوة عشان نعرف دايماً ويكون الكتاب ده مراية لينا هو والفيلم، ونحكي قصة نفسنا ونحاول نشوف أخطائنا اللي إحنا منكنش بالنا منها عشان لما ندخل علاقات صحية وجميلة. الأمان العاطفي ده زي حفرة كده بتتولد جوانا، زي البطرة كده لما لقت نفسها عندها نفس الحفرة دي باسم وملالها الحفرة دي. هي تخيلت إن هو كده قفل الجرح اللي عندها، لكن هو ده بيبقى زي مسكن مؤقت، لكن حفرة موجودة بنفس العمق. ده في علم النفس بيسموه التعلق غير الآمن، الانسكيور اتاتشمنت. ده بيولد عند الشخص حاجة اسمها هشاشة عاطفية، فيبدأ الشخص أول لما يقابل حاجة من بعيد حتى لو مش مناسبة ليه يبدأ يمسك فيها بإيده وأسنانه، حتى لو هي مش مناسبة يبدأ يقنع عقله إن هي كويسة. فبتحس إن أنت زي ما تكون بتشرب عقلك الدواء وتحاول إنك تطمن قلبك من جوه عشان ما يبقاش عندك الهشاشة النفسية دي ناحية الأشياء أو الأشخاص. فأنت لازم تملى نفسك من جوه. فعلا أنا عانيت من إهمال عاطفي في حياتي كلها، بس أنا بس اللي مسؤولة عن إني أداوي ده لنفسي. أنا كوبايتي فاضية ما ينفعش حد يجي يملاهالي، أنا أملى نفسي حب وأمان. أنا أحاول أطمن نفسي وأفهم نفسي إن دي جروح في الماضي ملهاش علاقة أبداً بتقييمي كشخص. أنا كشخص كويس بس ما خدتش الاهتمام اللي أنا محتاجه، والنهاردة لما أشوف علاقة لازم تكون علاقة أنا أستحقها عشان أنا كويس جدا، أنا أستاهل حب
وأستاهل أمان، وأستاهل كمان إن الناس تهتم بيا. طول ما أنا مليت كوبايتي محدش هيجي يملى فيها حاجة أنا مش عايزاها. أول حاجة هتعمليها مع نفسك الاعتراف إن أنا عندي إهمال عاطفي وإن أنا متضايقة من جوه، وأحاول أصاحب نفسي، أخدني عن حب كده، وأحاول أملى نفسي من جوه، واهتم بشكلي وبجسمي، وألعب رياضة وأثقف نفسي واملاني أملى مشاعري، أعمل حاجات بحبها كتير. ساعتها بس هنبقى أنا وأنا صحاب، وساعتها هبقى أنا كويس. طب ما عرفتش، لازم أطلب مساعدة من حد متخصص فيقولي شوية حاجات أعملها مع نفسي عشان أداوي الجروح القديمة. يعني آخد دواء، مش أستنى حد يجي يسكن وجعي، أنا بس اللي هخليني كويس، أنا وبس. باسم اللي عنده كاريزما ده وحاول يقنع البطلة بكل الأساليب إن هو حد كويس وبيحبها، في عز ما الواحد بيعمل كده وبيتقرب لك قوي بتحس من جواك بحالة من عدم الأمان، يعني تحس إنك حاسس إحساس غلط. ودي ليها مرجع نفسي، إنه العقل بيبدأ يحس إنه في تناقضات، الراجل ده بيوعدنا وعود كبيرة قوي، ده بيعمل لنا حاجات كتيرة قوي، يا ترى هو عايز إيه؟ فأنا ساعتها بقرر إن أتجاهل ده عشان أنا مبسوطة بالإحساس ده. عالم النفس الشهير دكتور لايم قالك إنه العقل بيرفض إنه يصدق الاستجابة اللي أنا حاسسها دي عشان أفضل عايش في حالة من الأمان النفسي والسلام الداخلي. عشان أحاول أغير البوصلة بتاعتي لازم أقول لنفسي إن مشاعري مش هي البوصلة الوحيدة، عقلي شريك معايا في اتخاذ القرار. يعني ما اسمحش لمشاعري بس هي اللي تاخد قراراتي في حياتي، لأ، عقلي وقلبي الاتنين شركاء مع بعض في رحلتي وفي قراراتي. ودايما لازم نمسك ورقة وقلم، اسمعوا مني، نكتب الحاجات الإيجابية والسلبية في العلاقات. لو احنا خلاص مش عارفين يعني واصلين ان احنا مشوشين قوي، نحاول نستشير حد بره العلاقة، هو الموضوع بيمشي ازاي؟ طب لو الموضوع مشي بالطريقة الفلانية أنا صح ولا غلط؟ مش لازم نستشير في حاجات قوي في حياتنا، بس نستشير في المعلومات النفسية. لازم دايما تقول لنفسك أنا مش ضحية، أنا طلعت من أقوى المعارك في الحياة وكنت بستثمر في نفسي وفي وقتي وفي شكلي، أنا قادر أعمل كل حاجة في الدنيا. استثمر في نفسك عشان هي دي الحاجة الوحيدة اللي هتفضل معاك طول العمر. كل العلاقات هتمشي لكن أنت مش هتمشي. طول ما استثمرت في نفسك، طول ما أنت في رحلتك اللي جاية كلها مبسوط. لو انت متعرفنيش، انا كوتش مديحة، بحاول اساعدك في حياتك اللي جاية كلها. اعملي لايك واشتراك واعمل شير ل5 من صحابك اللي بيعانوا من نفس المشكلة. لو عندك فراغ عاطفي فمحتاجة تتفرجي على الفيديو ده كله وتشوفي هتتصرفي ازاي. باي باي.